أنا لا أتفق على أن هناك سلوكات تمييزية وما كايناش عنصرية. علاش؟ السلوكات التمييزية اللي كيتكلم عليها الأستاذ عندما تترسخ وتتفاقم تصبح عنصرية حقيقية. وإلا بقينا كنقولوا أن هذه غير سلوكات أو تمايزات راه غتبقى دائما. خاصنا نسميوها عنصريه ويعرفوا الناس انهم عنصريون باش يزولوا هذا النوع من السلوكات ونمشيو لما هو افضل. ونعطي مثال غير واعيه استاذ احمد عاصي. ماشي غير واعيه، غنعطيكم مثال. في الانتخابات الجماعيه الاخيره في واحد المنطقه في المغرب دوار مقسم اساسا تقسيم عنصري. الجهه الاخرى ديال الواد الناس بيضين، الجهه لهاد الجهه ديال الواد الناس كحلين. الاغلبيه ديال السكان ديال ذاك الدوار هما الناس السود البشره، ولكن في الانتخابات كيصوتوا دائما المرشح اللي هو من البيض. علاش؟ لان هاد الناس ذوي البشره السوداء منحدرين من تجاره الرقيق، جاو كلهم من مالي، النيجر، السنغال، غانا الى اخره، وهما واعيين بهذا. والناس الكبار فيهم في السن باقيين عاقلين على يعني تجاره الرقيق في بدايه القرن العشرين حتى العشرينات الثلاثينات. ف هاد الناس اللي سود البشره داروا جمعيه ديال التنميه، وداروا لانهم نجحوا في التجاره، نجحوا في الوظيفه، نجحوا في المحاماه، نجحوا في عدد، بمعنى تفوقوا لانهم كيخدموا. الناس الاخرين اللي هما بيضين ما كيخدموش، وكيعتبروا راسهم انهم مرابطين وانهم ناس بحال مقدسين، ما كيعملوا والو وكيتسناو تنزل عليهم الهبات من السماء. في النهايه بغاو يعملوا نادي نسوي على واحد القطعه د الارض. ناضوا الناس اللي ذوي البشره البيضاء وقالوا لهم على انتم فين عندكم شي ارض هنا باش ديروا نادي نسوي؟ انتم راه اصلا عبيد، جيتوا من جنوب الصحراء، ما عندكم شيء، انتم ماشي من لهنا اصلا. وهذا سلوك عنصري فاضح. ما قدروش كيفاش صحوا الناس الوضع. في النهايه جات الانتخابات فقرر الناس ذوي البشره السوداء ان يصوتوا لمرشح ديالهم لاول مره في التاريخ ديال هذيك لاكوميتي، وطلع مرشح منهم ضد الاخرين، ومشات الامور في اتجاه اخر. عاد باش الاخرين حسوا بماذا العنصريه. من جانب اخر المقررات الدراسيه، واش فيها اطفال سود؟ في التصاور اللي كنعملوا في لي ليفر وفي المقرر حتى واحد ما كينتبه لهذه المساله. الحكومه ديالنا واش فيها شي واحد اسود؟ في تاريخ الحكومات المغربيه من 56 قول لي شحال ديال الناس من سود البشره طلعوا وزراء؟ المقدمين ديال البرامج في التلفازات المغربيه شحال ديال الناس اللي هما سود البشره وكيقدموا برامج؟ اسمحوا لي، هذه راه سلوكات تمييزيه عنصريه، لان ما غاديش تسمح لي، ما غاديش يمكن، لا اسمح لي نكمل، ما غاديش يمكن نقولوا ان هذوك الناس ما عندهمش الموهبه باش يوليو وزراء او يوليو كذا او يوليو، راهم عندهم الدكتوراه حتى هما ومتفوقين الى اخره. وبالتالي انا كنعتقد ان عدد من السلوكات التمييزيه راه جايه من التعليم. هذاك السلوك يعني المخجل ديال ذاك المدرس اللي تعامل مع هذاك الطفل وقال له الدين ديالك شنو هو وقال له اجرى عليه، راه هذا الشيء في المقرر الدراسي. في المقررات الدراسيه ديال المغاربه كاين ان الاسلام هو وحده الدين الصحيح وان الديانات الاخرى كلها محرفه. اذا هذاك المدرس راه سي ان برودوي، راه منتوج ديال واحد التعليم اللي ما كيحترمش التنوع وما كيحترمش المكونات ديال البلاد. باش نرجع لهذه المساله ديال يعني اسمحي لي، كانت هناك عنصريه مؤسساتيه في الموضوع ديال الامازيغيه. كانت الدوله كان لها قرار ولم ينتهي الا في 2001 لما الملك محمد السادس قرر انهاء الميز رسميا. اذا ما يمكنش نقولوا ان الناس ما كانوش باغيين لغتهم، لدرجه انه العنصريه المؤسساتيه كانت كتدفع الناس الى احتقار ذواتهم واحتقار ممتلكاتهم الرمزيه بسبب ان السلطه او المؤسسات كانت تنبذ هذه الثقافه او هذه اللغه. اذا ربما في موضوع اللون صحيح ما كانش هناك شيء مؤسساتي. في موضوع الدين يعني ما غاديش نهضروا على عنصريه مؤسساتيه بقدر ما هي ديال المواطنين، لكن فيما يتعلق باللغه بالامازيغيه كانت مؤسساتيه، والمؤسسه هي التي صححت بدستور 2011. يعني لازم